قالوا عليه راهب، قالوا عليه شيطان، بس الأكيد إن الأسرار والغموض في حياته أكتر بكتير من المعروف. غريغوري راسبوتين. اهلا بيكم في فيديو جديد من خان الراوي. وحشتونا، عدى وقت من اخر حكاية قدمناها، فلازم لما نرجع تكون حكاية قوية جدا. والحقيقة هي مش حكاية واحدة، هي هتبقى ثلاثية، 3 حكايات بيكملوا بعض بعنوان الرومانوف، دم، غموض، وسقوط إمبراطورية. فبدون كلام كتير يلا بينا نبدأ الحكاية. حكايتنا النهاردة بتاخدنا لروسيا في بداية القرن العشرين، البلد اللي لسه تحت حكم الإمبراطور نيكولاس الثاني، آخر سلالة من عيلة حكمت روسيا لمدة 300 سنة، عيلة الرومانوف. العيلة دي زي ما قلنا فضلت صامدة وواقفة لمدة 300 سنة لحد ما وصلنا لآخر أفرادها، وهم الإمبراطور نيكولاس الثاني وزوجته ألكسندرا. والسنين دي كانت بداية النهاية. القصور كانت فخمة والأباطرة لابسين تيجان، لكن في الخلفية كان في فساد ومشاكل سياسية وحرب على الأبواب. والأخطر من كل ده كان ظهور شخص غامض من أبعد مكان في سيبيريا، الراجل اللي هيغير مصير الإمبراطورية. الراجل ده بدأ كفلاح بسيط من قرية متلجة في سيبيريا، ولكن هيوصل بيه الحال إن هو هيسيطر على القرارات الإمبراطورية. والراجل ده هو غريغوري راسبوتين. راسبوتين اتولد سنة 1869 لعيلة بسيطة بتشتغل في أعمال الفلاحة في سيبيريا. طفولته كانت عادية، ولكن مع وصوله لمرحلة المراهقة بدأت تبان عليه علامات التمرد، والوحش اللي جواه بدأ يظهر على حقيقته. في البداية انضم كده لشلة من المخربين واللصوص، ظنا منه إن ده هيوصله لطريق المجد، ولكن بعد فترة حس إن طريق الجريمة ده مش هيوصله للهدف اللي في دماغه. وهنا اتعرف على طائفة دينية متطرفة عندهم فكرة شيطانية، وهي انك عشان توصل لأعلى درجات الروحانية لازم تغوص في بحور من الخطيئة والشهوة. والفكرة دي نورت في دماغه لمبة. ايه اللي هيحصل لو خدت الفكرة المجنونة دي وغلفتها بعباية الدين والقديسين؟ هل ممكن تكون هي التذكرة اللي تطلعه من الفقر وتوصله لقصور الطبقة الأرستقراطية؟ في الوقت ده راسبوتين كان اتجوز بنت من قريته وخلف منها 7 أطفال، 3 منهم بس اللي عاشوا. ورغم انه اغلب الوقت كان بعيد عن حياتهم وعن واجباته كأب وزوج، الا ان المؤرخين بيأكدوا انه كان دايما بيبعت لهم فلوس ومتكفل بكل مصاريفهم واحتياجاتهم. راسبوتين حسم امره وقرر ان هو هيطلع في رحلة طويلة في انحاء روسيا. ودي ما كانتش اي رحلة، دي كانت رحلة تحول. هدفه كان واضح، انه يدخل اوساط الكهنة ويكتسب مظهر الراهب. وفي رحلته دي اتعلم ازاي يقرأ ويكتب، والاهم اتعلم فن الكلام والوعظ، وازاي يقدر يسحر الناس ويسيطر عليهم بكلامه وصوته. ولما رجع قريته تاني كان شخص مختلف تماما، وبكاريزمته العالية قدر انه ينسي الناس صورته القديمة اللي في دماغهم، وبدأوا يحضروا دروسه وشعائره الدينية. ولما حس ان هم خلاص بقوا تحت سيطرته، قرر ان هو هيكشف عن المرحلة التانية من خطته، صورة القديس غريغوري راسبوتين. فالراجل ده ما اكتفاش باللي وصل له ومركزه كواعظ، وبدأ ينشر إشاعات إن هو عنده قدرات خارقة وعنده قدرة على شفاء الناس بلمسة إيد. وفي مصادر بتقول إنه كان بيستخدم التنويم المغناطيسي عشان يسيطر على عقول الناس اللي قدامه، والله أعلم. المهم إن خطته دي نجحت، وشهرته كمعالج روحاني انتشرت زي النار في الهشيم، وتخطت حدود القرى اللي حواليه ووصلت لصالونات وقصور النبلاء في العاصمة. ودلوقتي خلينا نسيب راسبوتين وهو بيصنع أسطورته ونروح لقصر الإمبراطور نيكولاس في سان بطرسبورغ سنة 1904. الإمبراطورة أو اللي تسارينا ألكسندرا
كانت حامل للمرة الخامسة بعد 4 بنات، والإمبراطورية كلها كانت بتدعي وتصلي إن ده يكون المرة دي ولد وريث العرش اللي هيشيل اسم رومانوف. وفعلا اتولد ولي العهد أليكسي رومانوف. البلد كلها فرحت، والولد ده اتغرق في حب وحنان وعطف فوق الوصف، لحد ما جت اللحظة الصادمة اللي هتحول كل الأفراح دي لكابوس. أليكسي اتشخص بمرض الهيموفيليا، وده مرض وراثي بيمنع الدم من التجلط، يعني أي خبطة صغيرة ممكن تسبب نزيف داخلي يقتله، والمرض ده كان ورثه من ناحية أمه. نسيت أقول لك إن الإمبراطورة ألكسندرا تبقى حفيدة الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا، والمرض ده كان منتشر في عيلتهم لدرجة إن هم سموه الداء الملكي. ألكسندرا كانت حاسة بتأنيب ضمير شديد، وإن هي اللي حكمت على ابنها الوحيد بالموت، ودخلت في حالة من الاكتئاب وما بقتش تسيب الولد ده لحظة واحدة. والدكاترة كانوا بيقفوا عاجزين كل ما تجيله نوبة نزيف، وبسبب يأسها بدأت تدور عن أي حل بره الطب، أي أمل حتى لو كان في السحر والدجل. بالفعل ألكسندرا كان مصاحب ليها شخص اسمه فيليب نيزيه، واللي أقنعها أنه عنده قوة خارقة وقدرة على الشفاء، وهي كانت على تواصل معاه من قبل ولادة أليكسي حتى. ولكن مع الضغط من البلاط الإمبراطوري طردوه من القصر، ولكن قبل ما يمشي قال لها حاجة مهمة جدا، قال لها إنه هيجيلك شخص تاني يكون هو أملك. وهنا سنة 1906 يعني وأليكسي عنده 2 سنين ظهر راسبوتين في الصورة. محدش يعرف بالظبط ازاي وصل للقصر او مين اللي وصله، وهل كان ليه علاقة بفيليب نيزيه؟ الله أعلم. كل اللي نعرفه إنه دخل على الأمير الصغير في نص نوبة نزيف، والدكاترة كلهم مستسلمين، وبطريقة ما حدش عارفها قدر إنه يوقف النزيف بعد ما وقف له كل أدويته. وفي اللحظة دي اللي سارينا ألكسندرا بصت له وعرفت إنها قدام منقذ ابنها الوحيد. وتمر السنين ونفوذ راسبوتين بيكبر يوم عن يوم لحد ما يجي الحدث اللي هيخليه هو حاكم روسيا الفعلي. وأكد لألكسندرا إن راسبوتين ما ينفعش يبعد عنهم أبدا، وإن هو إكسير الحياة للطفل أليكسي. سنة 1912 والعيلة المالكة كانت في رحلة صيد لبولندا، وبسبب هزة بسيطة للعربية اللي بتجرها الحصينة حصل لأليكسي نزيف داخلي خطير في فخده. الولد كان بيصرخ من الألم وبيترجاهم إن هم يموتوه، وبيوصيهم إن هو يدفن في الغابة في الطبيعة اللي كان بيحبها. الدكاترة رفعوا الراية البيضاء وقالوا إنها مسألة ساعات وخلاص، وبدأوا يجهزوا بيان وفاة ولي العهد. وفي وسط اليأس ده كله ألكسندرا قررت إن هي تعمل آخر محاولة لإنقاذ ابنها، وتبعت تلجراف لراسبوتين عشان بعد شوية يجيلها الرد منه، وبيقول فيه: لقد سمع الرب بكائك وندائك، فالولد لن يموت، ولكن ابعدي عنه الأطباء واجعليهم لا يزعجوه. وبعد ما قرت الرسالة راحت طردة كل الأطباء ورجال الدين وحتى الإمبراطور من غرفة أليكسي، وقعدت جنبه لوحدها تخدمه. والمعجزة حصلت، وتاني يوم الولد بدأ يفوق ويستعيد عافيته واحدة بواحدة، والنزيف الداخلي بدأ يختفي، وأليكسي بدأ يقوم ويتحرك على رجليه تاني. ولكن بعد سنين لما العلماء درسوا الحالة دي وصلوا لفكرة، وهي إن الدكاترة كانوا بيدوا أليكسي أسبرين عشان يخففوا من ألمه، ولكنهم في الوقت ده ما كانوش يعرفوا إن الأسبرين بيزود من سيولة الدم، يعني كانوا بيزودوا النزيف من غير ما يعرفوا. وبطريقة ما راسبوتين لاحظ ده، وعشان كده كل مرة كان بيصر إن هم يوقفوا الأدوية ويبعدوا الدكاترة، وبكده كان بيدي فرصة للجسم إنه يتعافى لوحده. ولكن بالنسبة لألكسندرا ده ما كانش تفسير علمي، دي كانت معجزة. وراسبوتين ما بقاش مجرد معالج، ده بقى إكسير الحياة اللي أليكسي عايش بسببه. ومن اللحظة دي نفوذ راسبوتين بدأ يزيد بشكل سرطاني، وتدخله في سياسة البلاد بقى بدون حدود، وكل ده بمباركة وحماية الإمبراطورة بنفسها. البرلمان وأمراء العيلة المالكة كانوا هيتجننوا، ولكن الإمبراطور كان مكتوف الأيدي، خايف إنه لو بعد راسبوتين وابنه حصل له حاجة الإمبراطور
الإمبراطورة هتتهمه إن هو اللي قتله، لدرجة إن هو تحمل تلميحات الشعب للطعن في شرفه بسبب قرب راسبوتين الدائم من الإمبراطورة، وكمان بسبب سمعة راسبوتين السيئة، وكل ده نابع من خوفه على ابنه أليكسي. احنا دلوقتي سنة 1914 والحرب العالمية الأولى قامت، ونيكولاس سافر عشان يقود الجنود من على الخطوط الأمامية بنفسه، وطبعا ساب أمور الحكم في إيد مين؟ مراته الإمبراطورة ألكسندرا، واللي كان بيحكم من خلف الستار طبعا هو راسبوتين. وبكده بقى شخص جاهل جاي من سيبيريا بيحكم واحدة من أكبر الإمبراطوريات في العالم. الغضب الشعبي كان وصل لحد الانفجار، وشايفين إن الإمبراطور والإمبراطورة بقوا مجرد عرايس ماريونات في إيد راسبوتين. وأمراء العيلة حسوا بالعار وقرروا إن الكابوس ده لازم ينتهي، ولازم يخلصوا على راسبوتين النهارده قبل بكرة. وهنا بيظهر بطل قصتنا المضاد، الأمير الشاف فيليكس يوسوبوف، واللي قرر إن هو اللي هينظف عار العيلة المالكة بمشاركة كام واحد من اللي ضد تواجد راسبوتين، وأهمهم كان فلاديمير بوروشكيفيتش، واللي كان لسه قايل خطبة في منتهى القوة مناهضة لتواجد راسبوتين في البرلمان. وبدأ يوسوبوف يحط خطة عشان يستدرج راسبوتين لمصيدة الموت. الأمير بدأ يتقرب من راسبوتين ويتظاهر إن هو عيان ومحتاج علاجه الروحاني، وخلال شهور بقى من أقرب أصدقاء راسبوتين. الطعم اللي استخدمه فيليكس كان مراته إيرينا، واللي كانت مشهورة بجمالها الخارق، وراسبوتين كان مهووس بيها وعايز يقابلها بأي شكل، ولكن طبعا فيليكس ما كانش هيسمح إن ده يحصل أبدا. ولكن ده أوحاله بفكرة وقال له إن إيرينا مجهزة لحفلة صغيرة يوم 29 ديسمبر، وهتكون فرصة كويسة إنك تتعرف عليها. وطبعا راسبوتين وافق على طول. وفي الليلة الموعودة يوم 29 ديسمبر سنة 1916 وصل راسبوتين لقصر يوسوبوف، وكان في انتظاره سفرة كبيرة عليها أنواع من الحلويات والمشروبات وكلها غرقانة في سم السيانايد. راسبوتين قعد ولكنه ما كانش بياكل ولا بيشرب، وفي اللحظة دي يوسوبوف بدأ يعرق كده من التوتر. هل ممكن يكون راسبوتين عرف بخطتهم السرية؟ يوسوبوف كان هيتجنن وقام طالع لشركائه اللي كانوا مستنيينه فوق، والارتباك سيطر عليهم. ولكن يوسوبوف خد قراره وسحب المسدس وقال ان هو هينزل يخلص عليه بنفسه، ونزل وهو مخبي المسدس ورا ظهره، وبدون اي مقدمات رفع المسدس وضرب راسبوتين طلقة استقرت في صدره، ووقع الوحش جثة هامدة على الأرض. شركائه نزلوا على طول من فوق، وواحد منهم خد بلطو راسبوتين وخرج بيه عشان يتظاهر إن راسبوتين مشي من القصر فيبعد عنهم شبهة قتله في الليلة دي. وفي الوقت اللي يوسوبوف وشركائه كانوا بيتناقشوا في اللي حصل سمعوا صوت حركة وباب بيتفتح من الأوضة اللي تحت، فبصوا من الشباك وشافوا الصدمة، راسبوتين اللي سابوه جثة هامدة تحت بيجري في جنينة القصر المتلجة وبيحاول يهرب. والمرة دي بوروشكيفيتش قرر ان هو اللي هيخلص عليه، فسحب مسدسه وطلع يجري وراه وبدأ يطلق عليه الرصاص، ولكن معظم الرصاص كان بيجلي لحد ما أصابه بطلقتين في ظهره. وهنا بس أسطورة راسبوتين انتهت للأبد. بعد كده خدوا جثته ورموها في النهر المتجمد عشان تكتشف بعدها بيومين، وكان من السهل جدا ان هم يعرفوا مين اللي قتله. الامبراطورة كانت عايزة تنفذ فيهم الاعدام كلهم، ولكن الامبراطور خاف من غضب الشعب وحكم على الامير يوسوبوف بالسجن في قصره. وبعد الثورة الروسية هيتم نفيه لفرنسا اللي هيعيش فيها باقي حياته، وبعد 50 سنة هيتعمل لقاء تلفزيوني مع الامير يوسوبوف وهيتسأل هل لو رجع بيك الزمن هتعمل نفس اللي عملته؟ فرد وقال أكيد. Si vous aviez à prendre une décision identique, referiez-vous ce que vous avez fait? Oui. وبكده انتهت أسطورة راسبوتين حسب المصادر اللي حكتها بطلقة رصاص، ولكن تأثيره ما كانش لسه انتهى. قبل ما يموت راسبوتين كان قال نبوءة، أو أنا شايف إن هو تحليل سياسي ذكي جدا. قال أنا لو مت فحكم عائلة الرومانوف هينتهي خلال 2 سنين. هو غالبا كان حاسس بالمؤامرة فقال كده عشان يخوف الإمبراطورة فتزود حمايتها ليه. ولكن السؤال هل نبوءته دي هتتحقق؟
اتحقق؟ وهل موت راسبوتين كان بداية سقوط عيلة رومانوف؟ ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية. لو عجبتكم حكاية النهاردة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان توصل لكم باقي حكايات الثلاثية وكل القصص المثيرة التانية. فلحد ما نتقابل المرة الجاية، سلام.